معبد وادي السبوع. سمي معبد السبوع بهذا الاسم نسبة إلى تماثيل الأسود التي توجد بهذا المعبد. ويسمى هذا المعبد قديما معبد رمسيس محبوب آمون في ضيعة آمون. وبنى سيتاو حاكم النوبة معبد وادي السبوع من أجل الملك رمسيس الثاني، وأهداه إلى الآلهة الثلاثة آمون را وراحور أختي وبتاح، بالإضافة إلى الملك المبجل رمسيس الثاني نفسه. رمسيس الثاني من أكبر البنائين المصريين، يعني هو أكتر اسم لقيناه على المعابد المصرية وعلى الآثار المصرية. أغلب المعابد هي بالفعل ملكه، لكن أحيانًا رمسيس الثاني كان بيحط اسمه على اسم حد بنى معبد قبله، بيشيل الخرطوشة بتاعته يعني الاسم الملكي وبيحط اسمه مكانه. نظرًا لطول فترة حكم رمسيس الثاني، هو حكم 67 سنة، فدي فترة طويلة جدًا مكنته من إن هو له آثار في كل مصر من أقصى شمالها في الدلتا لغاية أقصى الجنوب عند حدود مصر أو قرب الحدود، حدود المصرية السودانية في منطقة أبو سمبل أشهر معابده اللي موجودة هناك. من النقوش البديعة جدًا الحقيقة والمحفورة بدقة ويعني فيها عناية كبيرة جدًا. هو النقش ده يعني شكل رمسيس الثاني مكتمل، ويعني عايز يظهر نفسه بقوته، بعضلات يده، بعضلات رجليه، ماسك فازة على شكل مفتاح الحياة، وبيصب الماء المقدس على مائدة القرابين اللي بيقدمها لبعض مجموعة كبيرة هنا من الآلهة. بنشوف بقى التفاصيل، تفصيلة مثلا البيروك أو غطاء الشعر اللي لابسه أحد الآلهة. بنشوف تفاصيل مفتاح الحياة اللي ماسكه في إيده. تفاصيل النقوش الهيروغليفية قد إيه منقوشة هنا ببراعة، وقد إيه كان يعني الألوان مازال باقي منها، فلنا أن نتخيل لو كانت الألوان دي كمان مكتملة زي في عصرها من 1200 سنة قبل الميلاد. فده حقيقي من النقوش البارعة والمتقنة جدا في المعبد ده. في المقصورة اللي تسبق بقى على طول دخولنا لقدس الأقداس، لكن هي ما يلي ذلك في البناء، في منظر منحوت الصراحة ببراعة. ورغم أن المعبد ده برضو بعيد عن مركز حكم رمسيس الثاني، لكن إلى حد ما النقوش جيدة ومحفوظة بطريقة جيدة جدا، والألوان ما زالت محتفظة برضو بنقائها. بنلاقي رمسيس ماسك المبخرة قدام الإله بتاح والعديد من الآلهة الأخرى، ودايما بيكون ثالوث طيبة هو اللي مصور غالبا في أغلب مناظر المعبد ده.